هاي يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني. معانا بقى مشتريات جديدة، هما مش كتير. بس حلوين قوي وعجبوني. فانا جبتهم قلت اوريهولكم. يلا بقى نشوفهم مع بعض. وقبل ما نبدأ الفيديو، يا ريت تعملي لي لايك، وتشيري الفيديو، وتحطي لي كومنت، وتشتركي في القناة، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وحاطه لكم على فكرة لينك الانستجرام بتاعي. روحوا تابعوني هناك عشان برضك بنزل ستوري وحاجات حلوة قوي. يلا نبدأ. اول حاجة جبتها المشتين دول، حلوين قوي كده وعجبوني. كان الواحد عامل 15. هما زي الخشب مش خشب. آم، انا برضو عايزة اجيب الخشب، لان الخشب كمان اصح واحسن للشعر. دول كانوا عندي وانا جيت عشان احط دول، فاشيل الحاجات دي يعني، فلقيت دول قلت اوريهولكم. والكبير قوي ده. عموما المشط يعني لما تيجي تجيبي مشط تجيبيه خشب، وجيبي السنون بتاعته واسعة، لان الضيق ده ساعات بيقطع الشعر قوي يعني. بيشبك كده في الشعر، فممكن فتلة شعرك تتقطع او حاجة. فخلينا في الخشب احسن، والسنون الواسعة احسن وافضل. دي المعلقة بتاعة الماسكات. عندي برضو واحدة منها هنا بستخدمها، بس قلت اجيب واحدة اشيلها. فدي كانت عاملة 7.5. تفردي بيها الماسك وتقلبيه، تقلبي الماسك من هنا كده. وتفردي على وشك بدي الناحية التانية. جبت الفرشة الكبيرة قوي دي، عجبتني برضو. قلت للبودر، استنوا اطلعها اهي. هي كبيرة كده وشكلها حلو قوي، والماتيريال بتاعتها حلوة يعني، وشعرها ناعم. عايزة اوريكم كل الفرش اللي عندي برضو. لو عايزين فيديو عن الفرش وازاي بتستخدموها، ودي بتستخدم لايه ودي لايه، وازاي بتعقموهم وبتغسلوهم، اكتبولي في الكومنت وانا اعمل لكم فيديو قريب. دي كده للبودر، كانت حلوة قوي، ما كانتش غالية، كانت عاملة 35. في برضو الاسبونجات دي حلوة قوي. انتي بتختاري الاسبونج. خلي بالك من ان الاسبونج لازم تكون طرية. يعني افتحي دي كده. انا فتحت دي وشفت الاسبونجة من جوه. استنى هوريها لكم اهي. بصوا انا فتحتها. فراعي قوي وانتي بتشتري الاسبونج، عشان الاسبونج لازم تبقى طرية. يعني بصوا طرية ازاي. في حاجات بتبقى ناشفة، اللي هو لما تيجي تضغطي عليها هي دوبك اخرها كده، لكن دي اهي، دي بتبقى احسن في الاستخدام، ما بتشربش الفاونديشن من على البشرة. ما بتاخدش من الطبقة يعني كتير، ولما بتتبل بتبقى فلافي اكتر من كده. فحلوة قوي. لما تيجوا تشتروا الاسبونج بتاعة الميك اب دي، اختاروها تبقى ايه ده اختاروها ان هي تبقى طرية. هشيلهم واجي. معايا ايه تاني؟ معايا دي. دي بغسل بيها بشرتي. انا برضو كان عندي واحدة هنا، بس مش نفس الشكل كده اهي. دي حلوة قوي للبشرة، تغسلي بيها. لو انتي بشرتك مش بتتحسس، او او مش دهنية، استخدمي الجزء ده. بس عموما يعني هي الحبيبات اللي فيها دي مش خشنة، هي طرية قوي، لان هي كده كده معمولة للبشرة اصلا. لو مش عاجباكي ممكن تستخدمي دي.
طرية برضك، هي عاملة زي شعر كده ومن هنا فلافي، فحلوة قوي. يعني تحطي عليها الغسول وتغسلي بيها بشرتك. فكانت جميلة قوي، عجبتني. كانت عاملة 50. وجبت دي، شكله حلو قوي. القطن بتاع الميك اب، وهنا الودانة الخشب. ده بقى اورجانيزر كده للميك اب. استنوا هفتحه واوريهولكم. اهو يا حبايبي الاورجانيزر بتاع الميك اب. هو قطعتين فوق بعض، يعني دي بتتشال. بتحطي بقى هنا مثلا الفرش، هنا البلاشر، هنا الروج، هنا الفاونديشن او الماسكارا او الكونسيلر. هنا بقى ممكن تقدري تحطي الفاونديشن اللي هو السنجل، قصدي سوري، الاي شادو اللي هو السنجل اللي بيبقى واحدة بس. ممكن تستخدميه بقى كذا استخدام على حسب ما انت عايزة تستخدميه. ممكن، يعني انا بقولك الحاجات اللي ممكن تحطيها فيه. آه، اقلام الكحل هتاخدها، البراية بتاعت الكحل. ممكن تحطي بقى خواتم، اكسسوارات. يعني بصوا، هو بالدروب كده بتتفتح درجين، فحلو قوي. ده يمكن اكتر شكل عجبني وحاسه ان هو عملي اكتر. وممكن برضو يبقى اتنين جنب بعض زي كده لو التسريحة بتاعتك كبيرة. لو التسريحة بتاعتك صغيرة، او لو انتي يعني بصي على حسب بقى ما انتي عايزة ترتبي. فانتي كل واحدة فينا اضرب، او هي حابة بشكل التسريحة بتاعتها يبقى عامل ازاي. حابة تغيري، ممكن تفصلي الاتنين عن بعض. ممكن تحطيهم فوق بعض عادي، حلوين قوي. حابة تعملي ده بس للميك اب اللي هو اللي فوق دوت. حابة تعملي اللي تحت للاكسسوارز بس، برضو حلو جدا. فده اكتر شكل عجبني، وحسيت ان انا هعرف استخدمه يعني، وهستغله صح. فدوت كان عامل 200. برضك عجبني واحد تاني اللي هو البيضاوي. بيضاوي كده وبيلف، مدور هو وطويل وبيلف. ان شاء الله لما اجيبه، هو عند اختي، حتى لو عرفت اصوره من عند اختي هوريه لكم. برضو حلو قوي للبرفيوم، للوشن، لاي حاجه كده طويله، للسيرم، للحاجات دي. فدول اكتر اتنين عجبوني. ده حلو قوي، وسعره كان 200 جنيه، او باين 225، مش فاكره. يا رب يكون عجبكم. فده كده اللي انا جبته. بس كده يا حبايبي، دول الحاجات اللي انا جبتهم وقلت اوريه لكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. الاورجنايزر ده حلو جدا. للي عايز يجيبه صدقوني استخدامه حلو قوي. ينفع للاكسسوارز، وده ينفع للميك اب. ينفعوا الاتنين للميك اب. فحلوين قوي. حابة تفصلي ده عن ده، هيبقى حلو. حابة تحطي الاتنين فوق بعض برضو، هيبقى شكله حلو. ده هيحافظ لك على الودانات والقطن، بدل ما يبهدلوا ويبقوا في الكيس شكلهم مش لطيف. السبونج قلتلك لازم تختاريها تكون طرية قوي. برضو دي لازم يبقى فيه حاجة تستخدميها لبشرتك. الفرشة دي للبودر. دي للماسكات، عشان اللي مش بيعرف يفرد بإيده، أو برضك مش بيبقى لطيف أوي ان انت تبهدلي ايدك او صوابعك. فدي هتسهل عليك كتير قوي. وكلهم حلوين وعجبوني، فيا رب يعجبوكم كده زي ما عجبوني، ويعجبكم الفيديو. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس. وحاطه لكم برضو الانستجرام بتاعي، روحوا تابعوني هناك. لينك الانستجرام هحطه لكم تحت في الكومنتات.
روحوا تابعوني هناك عشان هتلاقوا حاجات حلوة قوي بنزلها كل اول باول في الستوري. باي باي، اشوفكم على خير.